السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير مشاهدين والمتتبعين ديالي. شاركت معكم هذه المقبله ديال البطاطا الصغيره في الفران بالاعشاب منسمه واللي غادي تعجبكم ان شاء الله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم، وهذا علاش شاركتها معكم بواحد الطريقه اللي هي زوينه. سمعوا لي التقرميشه اللي فيها، ها انتم هذيك في الفران تقرميشه تبارك الله اللي فيها كتجي بنينه، ما نقول لكمش تبارك الله ما شاء الله كي كتجيب البنه لذيذه بزاف بهاد الاعشاب منسمه. وهذا علاش بغيت نشاركها معكم. حنا داخلين على فصل الصيف، هادشي كنبغيوه، ما كنبغيوش المرقه بزاف وداكشي هذا، كنبغيو داكشي اللي ناشف. ها انتم كي كتكون من الداخل ما شاء الله فتيه بنينه، ما نقول لكمش عليها، ما نشكرها لكمش بزاف. ان شاء الله غادي تجربوها. فبسم الله وعلى بركه الله ونبداو الفيديو. السلام عليكم وتحياتي لكم جميع المتتبعين والمشاهدين ديالي العزاز. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وبصحه جيده دائما ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الوجبه ديال الصيف. حنا مقبلين على الصيف ان شاء الله. الله يجعله الصحيحه والسلامه يا ربي امين. وكتحتاج حتى في عيد الاضحى ان شاء الله الرحمن الرحيم دخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. كمقبله كتقدم مع كل شيء. وكما كتشوفوا هاد البطاطا هذه الرقيقه راه كتجي بنينه بنينه بزاف، ما نقول لكمش. انا جربتها بواحد الطريقه بالاعشاب، غير باعشاب منسمه بلا قلي بلا حتى شي حاجه، وبغيت نتقاسمها معكم كذلك مع المتابعين ديالي. كما كتشوفوا هنايا راني سالقه كيلو ديال البطاطا. انا بديت كنقشر فيها، شديتها وغسلتها مزيان. ها نتوما كتشوفوا ديك الرقيقه مزيان كتجي بنينه. شديتها وسلقتها وهنا كنقشرها وغادي نتبلها قدامكم ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديالها. وغادي نديرها في الفران، ما غنحتاجوا لا قلي ولا زيت ولا حتى شي حاجه. هاد المقبله كيبغيها الصغير والكبير وكتجي بنينه، ما نقول لكمش عليها. ايوا بغيت نشاركها معكم. صافي هنايا غادي نقشرها تنكملها كلها وغادي نرجع معكم باش تشوفوا التنسيمه باش غادي نتبلها. كما تشوفوا يا المشاهدين ديالي العزاز، هنايا راني كملتها بالتقشار. هنا انا كما شاركت معكم عندي هنا كيلو ديال البطاطا، وانتم على حسب افراد العائله. غادي نحتاج ليها في الاعشاب. عندي هنايا نص معلقه ديال الزعتر، نص معلقه ديال يازير، معلقه صغيره الملحه، ومعلقه صغيره ديال التحمير. هادشي اللي غادي نحتاج في هاد البطاطا. صافي هنا غادي نلوح كلشي عليها وغادي نخلطها في هاد الجبانيه. انا دايره الفران كيسخن. وهنا غادي نحتاج زويته بلديه 2 معلقات ولا على حسب البطاطا اللي عندكم. غادي ندير لها شويه زويته بلديه لصافي هذا الشيء باش غادي نسمها. ما كنحتاجوا لها حتى شي حاجه اخرى، غير هكا 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 كنخلطوها. غير هكا كنخلطها صافي وكنديرها في الفران حتى كينسجموا لنا داك الاعشاب منسمه مع البطاطا والملحه. صافي هكا كنكون دايره اللاطه اللي غادي ندخل الفران هي هذه، دايره على ورق الطبخ. صافي كنفرغها فيها. صافي هكا كنديرها هنايا وندخلها في الفران. صافي منين كنشوفها تحمرات وتقرمشات كنخرجها ونقدموها بالصحه والراحه. ايوا خليكم معايا بد ما تحمر ليا البطاطا وغادي نعاود نشاركها معكم ان شاء الله. خير مشاهدين والمتتبعين ديالي، شاركت معكم هذه المقبله ديال البطاطا الصغيره في الفران بالاعشاب منسمه واللي غادي تعجبكم ان شاء الله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. كتجي بنينه ما كنحتاجوش نقليوها، وكتعجب حتى لوليداتنا الصغار والكبار وكل شيء كيبغي هاد البطاطا هذه. وهذا علاش شاركتها معكم بواحد الطريقه اللي هي زوينه. سمعوا لي التقرميشه اللي فيها. ها انتم هذيك في الفران تقرميشه تبارك الله اللي فيها كتجي بنينه، ما نقول لكمش تبارك الله ما شاء الله كي كتجيب البنه لذيذه بزاف بهاد الاعشاب منسمه. وهذا علاش بغيت نشاركها معكم.
حنا داخلين على فصل الصيف، هادشي كنبغيوه، ما كنبغيوش المرقه بزاف وداك الشيء هذا، كنبغيو هذاك الشيء اللي ناشف. وهاد التكتوكه كذلك ديال الفلفله ان شاء الله غادي نعاود نشاركها معكم. وهذا الخيار هذا حتى هو بالاعشاب منسمه، وكنحتاجوها حتى في العيد الكبير. الله يسهل علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي، وله لا يحرم شي مسلم. فإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش من التعاليق ديالكم الزوينه، وخلي الا جربتوها خليوها ليا في الكومونتير، وان شاء الله انا متاكده غادي تعجبكم. ها انتم كي كتكون من الداخل ما شاء الله فتيه بنينه، ما نقول لكمش عليها، ما نشكرها لكمش بزاف. ان شاء الله غادي تجربوها.